السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك الصحيحه ديالكم هي هذيك. المهم ما تنساوش تعرفوا راه غندير لكم المقدمه الاسطوريه. مرحبا بكم ايها الساده والسيدات على هذا المقطع الجديد، مقطع خرافي خنفوشاري دراماتيكي. قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والشير في هذه القناه ليصلكم كل جديدنا. في هذا الفيديو الاخوان غادي ندوي على هاد البلباله اللي نايضه على بوست فلورا. فريمون بلباله خطيره بزاف. وكيف ما جاو بزاف ديال الرسائل على كيقول لك حاول تشرح لينا كل شيء، غطي لينا جميع الاحداث اللي طراو في فيديو يكون قصير. عجباتهم الطريقه اللي شرحت في الفيديو الاخراني، داكشي خفيف ظريف ومشروح بطريقه زوينه ومختصره، ما كتاخذش الوقت بزاف. المهم نبداو باختصار. بوست فلورا الاخوان في الفترة الأخيرة، في تقريبا في هذه الفترة الأخيرة ديال شهرين، بداو كيدوروا بزاف ديال الاخبار عليه. اخبار بزاف منها نيجاتيف باش نكونوا واقعيين. الاخبار كتبدا من البودكاست ديال فاروق لايف. من داك البودكاست راه شرحت في الفيديو الاخر. الناس اللي ما شافوش الفيديو انا غنعاود نشرح داكشي مبسط، ولا بغيتي ترجع ارجع للفيديو الاخر وشوف تفرج باش تفهم مزيان. anyway شنو وقع في هذا البودكاست هذا؟ فاروق كيف ما كتعرف واحد الانسان كيدير لايفات، مشى بغى يدير بودكاست مع بوست فلو. دوا معاه صافي، السيد وافق. المهم مشاو داروا واحد البودكاست. فاش سالاو بوست فلو قال له انه يدير واحد ديستراك اهداء الزوجه ديالو او سوق هذاك. المهم طلب من فاروق انه يدير له واحد ديستراك في الاخر ديال البودكاست. خونا دار داك الديستراك في الاخر ديال البودكاست، دارو مزيان كلشي هو هذاك. مشى فاروق لايف لحل البودكاست، ضربوه تيم او بوست فلو او المهم اللي مسؤول على ديك الاغنيه ضربوه بسترايك. ماشي سترايك، عفوا كوبي رايت، يعني انه الارباح ديال داك البودكاست كامله غتمشي لمول الاغنيه. هذا اول حاجه. هذه اول حاجه. فاروق كيقول انه كيف ما شفتوا في الفيديو اللي دار ستوري تايم، زعما ستوري على انه كيفاش دار داك البودكاست، قال بانه فريمون يعني حط فلوس باش انه يكون داك البودكاست. هذه اول حاجه. تاني حاجه، واحد جوج دراري او واحد تيم عندهم واحد لاجونس كيديروا يعني كينظموا دوك الحفلات لي شوكيز. هادو جاو عند اليوتيوبر راو سوات، و دواو عنده في القناه ديالو. قالوا انهم راهم كانوا دايرين مع بوز انه غادي يجي وغيدير معاهم وغادي ينظموا ليه واحد الحفله، وهما فريمون انفيستاو عطاوه التسويق. هادشي اللي كيقولوا هما، وعطاوه التسويق وكذا وكذا، وفي الاخر خوابين. هادشي اللي كيقولوا هاد الناس هادو. من بعد ارى ليا لا تروازيام شوز. الحاجه الثالثه وهي انه كيقولوا بان المبوق تا هو كان باغي يدير معاه شي قضيه، المهم شي لعيبه بحال هكا، باغي ينظموا شي لعيبه بيناتهم. كيقول المبوق تا هو بانه راه خوا بيا بوست. هذه الثالثه. الرابعه، هو المشكل كان طرا وناض كيسب الدراري اللي كانوا واش صحاب الياس واش شي وحدين، المهم كيديروا معاه ستريم في كيك. راه كيف غتكون شفتوا شي ستوريات كانوا تسربوا، او لا راه ماشي تسربوا، هو حطهم على كيقول الياس حتى راسك من بنادم اللي في جنابك وكذا وكذا. راه شفت دوك ستوريات. هذيك حتى هي قضيه واحده اخرى. الحاجه الاخرى، وهذه ماشي مشكل، هذه حاجه يعني من الحوايج اللي دار بوست فهاد الشهرين هذه، ماشي شي حاجه نيجاتيف. وانه بدا ستريمين في كيك. وفاش بدا ستريمين في كيك الناس ما فهمتش، تزعزعات شويه الصوره ديال بوز. كانوا الناس كيشوفوا شي حاجه هذا انه ما غاديش ينزل النيفو ديال انه يجي يدير ستريم وكذا، وبقى وتلك اللعيبه ديال انك تكون متاح ديما كتهبط لك الهيبه. ودونك هادو كلهم تجمعوا وخلقوا لينا واحد الزوبعه، واحد عده مشاكل كدور بوز. هادشي كله لحد الساعه بوز مازال ما خرج، يعني وضح. خرجات واحد تويته كينسبوها، كيقولوا بانها راه مراتو. انا ما عرفش شكون اللي حطها، واش هو ولا مراتو، الله اعلم. كيقولوا بانه راه مسول كاع لي مود باس، وانه كان مريض واحد المرضى خايبه. هذه هي التغريده الوحيده. الهضره اللي كدور من كاع الناس اللي هما عندهم معاه مشكل، وبزاف ديال الناس وبزاف ديال اليوتيوبر كيقولوا بان هذا السيد هذا بوز راه طايح في شي بليه اللي فريمون صعيبه. شرحت عليه في الفيديو اللي قبل، سينو غتكون في الفيديو اللي قبل او غتنزل مور هذا الفيديو، ما عرفتش بالضبط، ولكن المهم راه غنزلها في هاد لاشين هادي. غينزلوا فيديوهات متابعين بخصوص هاد البليه هادي وشرحتها وكيفاش التاثير ديالها واللعيبات وكذا. المهم تقدر تفرج في الفيديو غتفهم مزيان وفريمون مفيد للشباب كاملين. هادشي هو اللي واقع لحدود الساعه
هادشي هو اللي واقع. بوز مازال ما وضح، مازال ما قال واش فريمون يعني يخرج هو يعطي الراي ديالو في هذيك القضيه ديال الدراري اللي قال لك عطينا التصبيح باش انه يجي يدير شوكيس عندنا في شي صال كرا ولا شي صال ولا شي لعيبه. مازال ما وضحش واش فريمون دا ما داش كاع، هذا هو خصو يعطي الراي ديالو. فهمتي؟ ما حنا مانيش نحكمو. فهمتي؟ انا من النوع اللي كيبغي دائما تسمع للطرفين. مو خصو يخرج يوضح هاد اللعيبه هادي، يخرج يوضح القضيه ديال المبوغ تا هو كيفاش بلانها. فهمتي؟ يخرج يوضح كاع هاد اللعيبات هادو ها. وديك الساعه غتكون مزيان. ديك الساعه صافي الامور غتكون واضحه، بنادم غيعرف ديك الساعه فين كاين الخلل. هذا هو البلان. بالنسبه للكلاش ما بين المورفين بوست فلو واللعيبات، هذاك الشيء اللي غيشدوا عليه راه باين الاخوان. هو انه قالوا في ديك التويته انه هو قال انا غنرد. يعني واش انت يعني سيبوز الا كانت هاد التويته هادي فريمون ديالك، واش انت صراحه زعما عندك مشاكل كامله وانت بقى لك غير انك ترد كلاش، ترد على الكلاش ديال المورفين؟ صراحه بزاف ما فهمت والو بصراحه. واش هادشي يا صاحبي فريمون ما بلان والو. على اي حال، احنا غنوافيوكم ديما بالجديد اللي كانت في الجديد راه غنقولوها لكم في هاد لاشين هادي. فقط دير ابوني. عجبوك الاخبار بالطريقه هذه بقاو نديروها، داكشي خفيف ظريف الاخبار